للأسف إحنا اللي بنعمل في نفسنا كده ونرجع نندم ونعيط ونتخانق ونقول ده حقنا. ما تغلطش الغلطة دي وترجع تلوم على غيرك إنه استغلك. أنا هنا بتكلم عن إيه؟ من كام يوم كده شفت فيديو لأحد ملاك مراسي في الساحل الشمالي، وهي بتعترض على الرولز وعلى الريجوليشنز وعلى القواعد اللي هم حاطينها، وازاي ده فيه ظلم وانا دافعه ملايين، وازاي تمنعوني من دخول ضيوفي وشفت فيديوهات كتيرة لناس حتى راحت أجرت بمبالغ كبيرة جدا في مراسي وبيعترضوا على الرولز والريجوليشنز. انا هنا مش بلوم على اللي حط الرولز والريجوليشنز والقواعد اللي هي من وجهة نظر الناس دي ظالمة، ومش بتكلم بقى في ساحل طيب وشرير وناس بتدفع ملايين وناس بتدفع فلان. انا بتكلم في قاعدة مهمة جدا: انت اللي اديت الفرصة لحد يستغلك ويمشي كلامه عليك. الحياة كلها والسلع كلها والخدمات كلها خاضعة لقانون اسمه العرض والطلب. لما انت بتدي حاجة لحاجة قيمة اكتر من حقها، فاللي بيوفر لك الحاجة دي بيستغلك. عندنا مثل كده في مصر، يقول لك احنا اللي عملنا للكذا قيمة. وساعات بنلوم في الزمن، يقول لك يا زمن مسخرة خليت قيمة للكذا، وانتوا كملوا المثل بقى. فقانون العرض والطلب هو اللي بيغلي سعر الحاجة. يعني انا مثلا من اكتر الحاجات الكوميدية اللي بشوفها في حياتي الويتنج ليست اللي بتتعمل على مطاعم وكافيهات بعينها. وده ليه؟ لان انتم اللي اديتوهم الفرصه يتنكوا عليكوا كده. مطاعم تخشها يقول لك حضرتك ساعتين وتقوم، حضرتك في مينيمم تشارج، حضرتك وريني الفيسبوك والانستجرام والسوشيال ميديا ووريني شكلك كده، ممنوع دخول المحجبات، ممنوع دخول اللي مش عارف ايه. ما هو بيتنك ليه؟ لان انت اللي اديته قيمه. فلو سمحتوا يا جماعة ما نديش لحاجة قيمة أكتر من حقها ونرجع نندم ونتضايق هما ليه بيتنكوا علينا. ما هو بيتنكوا عشان احنا اللي اديناهم القيمة دي. انت لما تحسس ان المكان الفلاني في الساحل الشمالي ده مكان الأغنياء التوب كلاس، اللي كان في واحد نزل فيديو قال لك انا مش عايز اشوف حد جنبي من الفقراء الوحشين، خلاص استحمل بقى اللي هيعملوه فيك. انت اللي بتروح تترص قدام مطعم وتفضل واقف بالساعات وويتنج ليست، وويتر يتني ويتفرد عليك ويقعدك في المكان اللي على مزاجه وتدفع اللي على مزاجه ويقومك بعديها بفترة ومعاملة زي الزفت. هو ده آخر مطعم في الكوكب؟ فلو سمحتوا ما تدوش فرصة الناس يتنوا ويتفردوا عليكم في حاجات كلها في الآخر زي بعضها. صباح السعادة.